عمرك سألت نفسك هو انت ومخك صحاب ولا اعداء؟ يعني بتلعبوا في تيم واحد ولا انتوا الاتنين واقفين قصاد بعض الند بالند وعايزين نعرف مين هيكسب؟ مخك لو انت دخلت عملت سيرش على جوجل وعشان تشوف كلمة عقل هتطلع لك ايه، هتلاقي بيطلع لك صورة كليشيه جدا كل مرة بنشوفها، وهي ان العقل عبارة عن صورة متاهة كبيرة. بس هل فعلا العقل هو متاهة كبيرة ولا دي بقت فكرة كليشيه اي حد بيتزنق بيقولها وخلاص؟ تعالى لما اقولك. كتاب النهارده اسمه ذا ايديت برين. الكتاب ببساطة بيناقش معاك عقلك ده شغال ازاي بيتحكم في جسمك، ازاي متحكم في كل حاجة فيك، وازاي ان مرة ممكن في موقف يغزلك ومرة تانية ينصفك. علشان تعرف عقلك وعشان تكون انت وعقلك اصدقاء لازم تكون فاهم كويس قوي هو بيشتغل ازاي، فاهم نقط ضعفه ونقط قوته، لانه ببساطة شديدة جدا عقلك اللي هو المفروض اقوى عضو فيك ممكن في لحظة يتحول ويبقى نقطة ضعفك الوحيدة، الا لو انت عرفت نقطة ضعفك دي بتشتغل ازاي. الميزة في كتاب ايديت برين ان هو مش بيتعامل مع عقلك بطريقة علمية معقدة جدا زي كتب البيولوجي بتاعت ثانوية عامة. بالعكس، ده بيشرح لك العمليات ديت بطريقة ساخرة جدا، بطريقة مبسطة جدا، بالطريقة اللي تخليك تفهم عقلك وتستوعب العمليات اللي فيه عشان تصاحبه ويبقى صاحبك. اصل ربنا ما يوريك الشخص اللي عقله قرر ان هو يشتغل ضده. علشان كده مهم قوي ان انت تعرف عقلك شغال ازاي عشان تخليه في صفك انت وتلعبوا في تيم واحد مش ضد بعض.